السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. الحقيقة نسمع بمشاكل بين الناس وقطع للعلاقات وشحن للنفوس. هذه الأمور سببها أو من أهم أسبابها هو نقل الكلام بين الناس. يعني بالرغم أنه ممكن يكون كل هذا الكلام الذي نقل بين الناس كله خطأ، هذا الأمر سماه النبي صلى الله عليه وسلم النميمة، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر العلماء، وفاعلها متوعد بالنار. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم النمام بالقتات، بل جاء في بعض الروايات لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العظة قال هي القالة بين الناس، يعني ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. هذا ما يفعله النمام. يعني هناك فئة من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، ما يعيشون إلا على مبدأ التفريق بين الناس، يعني ما يرتاح إلا لما يوقع